وعرفتو ما نتعصبش على راسي، ما نتعصبش غير راسي. واش الرجال ولاو هكا؟ راه ما يمكنش. قالت انا مزوجه وعندي ديجا بارطمون وسداها وعايشه هي مع راجلها في بارطمون ديالو وفوق منا حماتها. المهم السيمانه اللي دازت جات عندي اختي ارمله وعلى قد الحال، عطيتها شي بركه من الصالير ديالي وصفت معاها شي بركه لماما في هذا العيد. وكانت حماتي تتصنت عليا، حسيت بها كتصنت واخا ما عطيتهالاش قدامها، حسيت بها. المهم منين جا راجل لقيت عنده الخبار، وقف عليا وقال لي اري شي حاجه الفلوس اللي عندك نعطي لبا باش يعيد. قلت له كيفاش نعطي لباك باش يعيد وباك لاباس عليه وعنده الفلوس؟ قال لي تعرفي تعاوني على خوتك. وقلت له انت عندك خوتك يعاونوك، راهما لاباس عليهم وتباك راه عنده. المهم قلت له نعطي لاختي امي الصالير ديالي وكنضرب فيهم تماره. واختي امي نهار كنت كنقرا كانوا كيصرفوا عليا تشديت هاد الوظيفه، ماشي مجبره انني نعاون داركم اللي لاباس عليهم اصلا. وهي طلع امو كتسمع وغاتنا بقات كتسكت فيه. قالت لي ما كنعطيوش الفلوس ورجالاتنا ما كاينينش، حتى كنتشاوروا معاهم. قلت لها علاش هو شاركهم معايا باش نتشاور معاه ولا هو كيعطيني من جيبو باش نتشاور معاه؟ المهم بغى يهز عليا يديه، قلت له جرب باش نصيفطك فين تربى. المهم داز ديك النهار واحد خو كان كيوجد العرس ديالو، طلعت عندي حماتي قالت لي بغيت نهضر معاك تعطي لولدي الدار ديالك اللي انت شارياها، تعطيه السوار تيسكن تماك بما هو ولا بما قدر هو يشري ويردها لك. وانا عارفاه ما غاديش يشريها ولا مشى سكن تما ما غاديش يخرج، وداري انا شاريها في موقع زوين ونقي وحاطه فيها فلوسي. قلت لها سمحي لي انا داك الدار غادي نعطيها لاختي غادي تسكن فيها بين ما وقفت على رجليها، عندها وليدات وهي ارمله. المهم ما زادتش معايا الهضره، قالت لي تيجي راجلك هو اللي غادي يعرف ليك، صافي هو اللي غادي يعرف ليك مزيان. ما عليناش. منين جا في الصباح حيت هو كيخدم في الليل، في الصباح حيت بغيت خدام انا كنفطر باش نمشي للخدمه، قال لي تلقي السوارت دار خويا يهز الرحيل. قلت له كيفاش تلقي السوارت؟ اش من حق كتقولي تلقي السوارت؟ هذيك داري وغادي نعطيها لاختي. قال لي والله لا سكنات اختك فيها. قلت له تتكون شاريها لي انت وقول لي والله لا سكنات عندك، واش عندك انت شي حق فيها مثلا؟ ضربوا تماره وعطيو لخوكم رزق باش يشري الدار ولا يكري، هذاك الشيء سوقو. المهم احنا ما كنسعى من عند شي حد، هذيك فلوسي وهذيك داري. المهم بعدا كتجاوبي مزيان. المهم احنا بكرامتنا وبلا ما تحط راسك في مقارنه مع امي واختي، لحقاش هو قال لها يا انا يا امك يا اختك. المهم غتخرج منها خاسر. هزيت صاكي مشيت للخدمه، صيفط لي ميساج قال لي فكري مزيان ولا نتفارقوا، ما جاوبتوش. ساليت الخدمه مشيت للدار لقيت امو مجبده في الدار، قالت لي السوار تعيط نقلب عليهم. قلت لها باش من حق كتقلبي؟ هزيت باليستي ومشيت لداري وباقي دابا كيصوني وكيسب. هذا اختي ماشي راجل، هذا شماته. والعائله زيرو، بقات في لاباس عليهم فاش بقات في الاخلاق التصرفات في الاصل زيرو. راجلك زيرو وعائله راجلك زيرو. امو اللي كتحرش وكتجبد لك صداع وجالسه كتصنت كما قلتي نتيا، امك اللي هزاتك قراتك وخدمتي. واي حاجه كديريها مع والديك راه البر. تعرف شنو هي البر؟ هذيك راه مفروض علينا، مفروض علينا ان ماشي بالضروره الانسان يعطي الصالير ولا نص صالير ولا ربع صالير. المهم كادويات. المهم دوري هذه انت اللي شايفه الحاله ديال الام ديالك والاخت ديالك، انت اللي شايفاها وانت اللي عالمه، ما عند حتى شي حد انه يدخلك في هذا الشيء. وعاد تيقول لك عطيني الدار ومنفخ من الفوق. المهم هزيتي باليستك مشيتي لداركم، فكري مزيان. حتى رجعي بشروط انهم ما يدخلوش فيك، وراكي عارفه تبارك الله عليك راكي عارفه اشنو كديري. وها الناس غادي تاهما يجاوبوك، نشوفوا شنو غادي يقولوا لك.